من قلب الدوحة، ومن بين حرارة التحدي واهتزاز مدرجات كأس العرب 2025، تقترب لحظة الحقيقة، لحظة ينتظرها الملايين، حين يقف المنتخب المغربي الرديف وجها لوجه أمام أقوى نسخة للمنتخب السعودي، في مباراة قد تكون الأعنف والأكثر إثارة في دور المجموعات كله. السعودية تدخل هذه المواجهة بثقة مرعبة، 6 نقاط كاملة، انتصار على عمان، ثم شباك جزر القمر اهتزت 3 مرات أمامها. فريق يعرف ما يريد، ويحسم التأهل قبل أن ينتهي الكلام. أما المغرب، فالقصة مختلفة تماما. نقطة واحدة تصنع الفارق، وتعادل مقلق أمام عمان، وفوز مهم على جزر القمر، لكن خلف هذا السجل، تختبئ ورطة حقيقية. المنتخب المغربي يدخل المباراة وهو مثقل بالخسائر، عبد الرزاق حمد الله خارج الحسابات بطاقة حمراء في لحظة لم يكن ينتظرها أحد، وأشرف بن شرقي مصاب ومعه يوسف ميهري، ليجد المدرب نفسه في أصعب معركة منذ انطلاق البطولة. جمهور غاضب، ضغط متصاعد، وانتقادات لا تهدأ. لماذا تتغير التشكيلة كل مباراة؟ ولماذا هذا الارتباك في الاختيارات؟ سكيتيوي، الرجل الذي دخل كأس العرب وهو يحمل هالة البطل. رجل جاء إلى قطر محاطا بالثقة، بطل إفريقيا للمحليين، وصاحب البرونزية الأولمبية في باريس 2024. الكثيرون رأوه خليفة جاهزا لوليد رجرجي إذا لم يتوج بكأس إفريقيا. لكن هنا، على أرض قطر، لم يعد الهتاف كما كان. مباراة واحدة، نتيجة واحدة فقط، قادرة على تغيير النظرة كاملة، إما أن يرتفع سكيتيوي إلى مقام جديد، أو يسقط تحت ضغط الانتقادات. والآن، المغرب يستعد لمواجهة لا تقبل أي خطأ. كل لاعب يجب أن يكون في مركزه الصحيح، كل تمريرة يجب أن تحسب بالمليمتر، وكل دقيقة ستحدد بقاء المغرب في المنافسة أو مغادرته مبكرا. مواجهة فيها لا يهم من يملك الكرة أكثر، بل من يملك الشخصية أكثر. الاثنين، 8 ديسمبر، ملعب لوسيل سيكون شاهدا على مباراة قد تغير ملامح البطولة. السعودية بثوب المتصدر بلا رحمة، والمغرب بآخر فرصة لإنقاذ الحلم قبل فوات الأوان. هل يفعلها سكيتيوي؟ هل يصنع المغرب المفاجأة رغم الغيابات والضغط؟ الجميع ينتظر، والجواب سيكتب على عشب لوسيل.